أهلا بكم يا مشاهدينا. أنا الدكتورة ريفافي رامسوامي من مستشفى أبولو في سكندراباد. كلنا قابلنا أوراما ليفية في نفسنا أو في أصحابنا أو في قرايبنا. إيه هو الورم الليفي؟ الورم الليفي غالباً بيكون نمو بريء جداً بيطلع من جدار الرحم أو من عضلة الرحم. هل كل الأورام الليفية خطيرة؟ لا. هل كلهم ضارين؟ لا. كثير من الأورام الليفية بتفضل بسيطة وهادية لسنين. الأورام الليفية بتيجي بأحجام مختلفة وفي أماكن مختلفة وبأشكال مختلفة. الأورام الليفية اللي بتكون تجويف الرحم ممكن تسبب نزيف الكثير، وممكن تسبب عقم، وممكن تسبب إجهاضات متكررة. الحالات دي ممكن تتعالج بالمنظار الرحمي وإزالة الورم. في أورام ليفية بتكون في جدار الرحم ممكن تكبر في الحجم، وممكن كمان تسبب مشاكل نزيف. ممكن يضغط على الأعضاء اللي جنبهم ويسبب أعراض ضغط، وساعتها بنفكر نشيلهم. ممكن يتشالوا بسهولة بالمنظار البطني. بعض الحالات جراحة المنظار بتحتاج مهارات متقدمة، لأن بعد ما بنشيل الورم الليفي من الرحم لازم نخيط الرحم كويس جدا علشان يقدر يقوم بضيساس الحمل بعد كده. أحيانا لما الورم الليفي بيكون كبير قوي بنضطر نفتح طبقات البطن ونشيله. إزالة الورم الليفي تعتبر بديل ممتاز عن إزالة الرحم، خصوصاً للسيدات الصغيرين في السن. فما تخافيش لو عندك ورم ليفي. الأورام الليفية الصغيرة مش بتفرق خالص. كثير منهم بيكونوا ساكتين ومش بيسببوا مشاكل للسيدة. مش كل ورم ليفي محتاج علاج، مش كل ورم ليفي محتاج عملية جراحية. فيه أدوية لبعض الأورام الليفية، وفيه إجراءات تانية بديلة لعلاج الورم الليفي والسي بيتم عليها أبحاث كثير. كنس الوقت الحالي أكثر حاجة واعدة هي إزالة الورم الليفي جراحياً. شكراً لكم يا أصدقائي.